كلنا عارفين قصة ديزني الشهيرة الجميلة النائمة، لكن حد كان يتخيل إنها تكون قصة حقيقية؟ معاكم دنيا دريز وانتوا بتشوفوا تقارير دنيا. النهاردة هنحكي عن ظاهرة غريبة، ورغم إن الظاهرة دي غريبة جدا وصعب إن العقل يصدقها، ولكن هي موثقة في التقارير الطبية والحكومية. من 115 سنة وبالتحديد سنة 1908 صحيت كارولينا أولسون من النوم، لكن لما صحيت لقيت إن كل حاجة متغيرة، وعرفت إن 2 من إخواتها ووالدتها ماتوا. لما شافت عيلتها ما كانتش عارفة مين دول، ولكن صدمة كارولينا الأكبر لما عرفت إنها نامت 32 سنة. مش قلتلكم صعب العقل يصدقها؟ نرجع بالموضوع من البداية. يوم 29 أكتوبر سنة 1861 اتولدت بنت اسمها كارولينا أولسون في بلدة في جنوب شرق السويد، ودي كانت بلدة معزولة تماما. وفي يوم 18 فبراير سنة 1876 خرجت كارولينا اللي عندها 14 سنة من البيت عشان تلعب وتستمتع بالطبيعة، وكانت في الوقت ده الدنيا برد والجليد في كل مكان، وحتى النهر كان متجمد. ووقت ما كانت كارولينا بتلعب على الجليد رجلها اتزحلقت ووقعت، وراسها اصطدمت بحجر من أحجار النهر واتجرحت جرح صغير، ولكنها تعافت من الجرح في وقت قصير. وفي يوم 22 فبراير بدأت كارولينا تشتكي من ألم شديد في ضرسها. استمر الألم كذا يوم لدرجة إن أسرتها اعتقدت إن الالتهاب والألم اللي في ضرسها كان بسبب السحر، لأن وقتها كان الناس في البلدة بتاعتها كلهم بيؤمنوا بالسحر والخرافات، وكانوا معتقدين إن أي ألم أو أي تعب كان بيبقى بسبب السحر. وفي يوم كارولينا راحت تنام وهي لسه حاسة بألم في ضرسها، ونامت وقت طويل. وبعد ساعات بدأت أسرتها تقلق عليها وراحوا عشان يصحوها، لكن كارولينا كانت مش بتستجيب ليهم. وعدت ساعات تانية وحاولوا يرجعوا يصحوها، وبرضه كارولينا ما بتصحاش. وعدت الأيام وكارولينا لسه نايمة. بدأت الأسرة تخاف على البنت والوضع ازداد سوء، وكارولينا لسه نايمة نوم عميق مع إنها كانت على قيد الحياة وقادرة تتنفس بشكل طبيعي. وكانت أسرتها بتحاول تصحيها بكل الطرق، لدرجة إنهم كانوا بيستخدموا الدبابيس ويشكوها في رجلها، لكن كارولينا فضلت على حالها في نوم وسبات عميق. وكانت والدتها على طول جنبها ومش بتسيبها أبدا، وكانت بتشربها الحليب والمية المحلاة بالعسل. كل ده وكارولينا لسه نايمة، لكن كانت بتفتح فمها. لكن والد كارولينا كان صياد فقير وما كانش قادر على مصاريف الطبيب، وعلشان كده كانوا معتمدين على نصايح الأصدقاء والجيران. وبعد أكتر من 10 أيام قرر واحد من الجيران إنه يستدعي طبيب، ولما حضر الطبيب حاول بكل الطرق إنه يصحي كارولينا، لكن كل الطرق فشلت. وقرر الطبيب تشخيص حالة كارولينا بإنها غيبوبة، واستمر في زيارتها لمدة سنة كاملة. وبعد مرور سنة الطبيب حس باليأس، وقرر إنه يبعت لرئيس تحرير المجلة الطبية الرائدة للدول الإسكندنافية في الوقت ده، وطلب مساعدة من الأطباء عشان يحاولوا يلاقوا علاج لكارولينا يخليها تصحى من النوم. وفعلا بدأ عدد كبير من الأطباء زيارة كارولينا، ولاحظوا في البداية إن شعر وضوافر كارولينا كانوا مش بينمو بشكل طبيعي، وحاولوا بكل الطرق إنهم يصحوها، ولكن كارولينا ما استجابتش لأي حاجة من اللي عملوها، وفشلوا الأطباء من حل اللغز العجيب والغامض. والدها ووالدتها قالوا إن كارولينا كانت في أوقات نادرة بتقوم وتقعد وبتتمتم بكلمات مش مفهومة، وبعد كده ترجع تنام تاني. وفي يوليو سنة 1878 قرر الأطباء نقلها للمستشفى، وكانت وقتها بتتعالج بالصدمات الكهربائية. وصل الأمر إنهم يمرروا التيار الكهربائي من خلال جسدها كله في محاولة إنهم يصحوها، وحتى الطريقة البشعة والمؤلمة دي فشلت إنها تصحيها. وبعد شهر تم إخراجها من المستشفى وهي لسه نايمة ومن غير أي تقدم في حالتها. وبعد كل المحاولات دي يأس الأطباء من حل اللغز العجيب ده،
وقرروا إن كارولينا بتعاني من مرض غريب غير قادرين على التعرف عليه. وفي سنة 1904 توفت والدة كارولينا، ولكن في سيدة في البلدة قررت إنها ترعى كارولينا. وفي سنة 1907 توفى شقيق كارولينا، والمفاجأة إن كارولينا بعد وفاة كل شخص من أفراد عيلتها كانت بتدخل في نوبات من البكاء الشديد وهي لسه نايمة، يعني كانت بتحس بكل اللي بيحصل حواليها. وبعد مرور سنين وكارولينا لسه نايمة نوم عميق، وتحديدا في يوم 3 مارس 1908 صحيت كارولينا فجأة. صحيت كارولينا بعد مرور 32 سنة من يوم ما نامت سنة 1876. صحيت عشان تلاقي كل حاجة اتغيرت، والعالم بقى غير العالم اللي كانت عايشة فيه لما كانت طفلة عندها 14 سنة. صحيت وهي وشها شاحب وجسمها رفيع جدا، وكانت عندها مشاكل في الكلام وحساسية شديدة من الضوء، وما قدرتش تتعرف على اللي اتبقى من أسرتها. وكانت صدمة كارولينا الأكبر لما بصت في المراية، لأنها شافت نفسها إنسانة مختلفة تماما. بعد ما كانت آخر مرة شافت نفسها فيها كان عندها 14 سنة، لقت نفسها تحولت لامرأة كبيرة عندها 46 سنة. ورغم إن كارولينا كان عندها صعوبة في الكلام، ولكنها قالت إنها لسه فاكرة إزاي بتقرأ وتكتب. وانتشر خبر استيقاظها، وبدأ كل أهل البلدة يروحوا يزوروها في البيت عشان يشوفوها، لأنهم كانوا عارفين قصتها. وسافر مراسلين وصحفيين من كل أنحاء أوروبا وإنجلترا والولايات المتحدة، وكان أكتر سؤال بتتسأله إيه أكتر حاجة لسه فاكراها. وكانت بتجاوب وتقول إنها فاكرة كل حاجة قبل نومها. وقالت حاجة غريبة جدا، قالت إنها بتشوف رؤى ثابتة في منامها عن وشوش زرقاء مغمورة في المية. وده كان شيء غريب جدا، لأن إخواتها الاتنين ماتوا غرقانين. اتعمل لكارولينا اختبارات للأمراض العقلية والنفسية، وكانت كل النتائج ممتازة. ما كانتش بتعاني من أي مرض نفسي أو عقلي، وكانت بصحة عقلية وبدنية جيدة جدا. لكن بعد فترة أسرتها ما بقتش تتحمل زيارات الناس والمراسلين والباحثين لبيتهم، فقررت إنها تختفي عن الأنظار. كان في عدد كبير من الأطباء مش مقتنعين بالقصة دي، وقالوا إن كارولينا كانت متفقة مع والدتها على كل القصة دي، لكن هيتفقوا لمدة 32 سنة. والبعض الآخر قال إنها كانت بتعاني من مشاكل نفسية، وإنها كانت بتتظاهر بالنوم، وإنها أقنعت نفسها إنها كانت مريضة. لكن الأطباء قالوا إن مفيش حد يقدر يبقى على قيد الحياة طول السنين دي وهو بيتغذى على الحليب والمية المحلاة بالعسل. لكن سنة 1912 كان في طبيب نفسي اسمه هارالد فرودستون. الطبيب ده قابل كارولينا ونشر تحقيق وتحليل عن حالتها بعنوان نائمة أوكنو 32 عام من الخوف، وأكد إنها كانت بتعاني من سبات عميق لمدة 32 سنة بسبب لا يعلمه غير الله. وقال إنها كانت مريضة بمرض غامض، وإنها كانت بتتفاعل مع الحزن والغضب وهي نايمة، وأكد إن ما كانش في أي خدعة في الموضوع. عاشت كارولينا حياة طويلة وسعيدة، وتوفت سنة 1950 وهي عندها 88 سنة. ولحد النهاردة ما زالت حالة كارولينا أولسون الغريبة والغامضة لغز كبير، محدش لاقيله حل، ولا حل منطقي أو طبي، ومحدش لاقي السبب اللي يخلي شخص ينام لمدة 32 سنة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك، وقولولي في الكومنت ايه رأيكم في قصة النهاردة، وفعلا كانت كارولينا بتتمثل ولا فعلا كانت نايمة كل السنين دي؟ أنا دنيا دراز، وانتوا كنتوا بتشوفوا تقارير دنيا.